السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا الياس باكي نسمعك تهدر والله العظيم غير يعني ساعات نقول التاريخ تاعنا وقيل ما نعرفوش وانت تعرفه خير منايا. أنا ما كرهتش بما أن أنت بما يعني يعني ترمي مغالطات وتغلي اكاذيب وتهدر شوف واحد الهضره. أنت إبراهيم، يعني على اسمعني يا الاقل إبراهيم، احترم، اسمعني على الاقل واخا احترم عقولنا برك فقط. هذا ما كان الثوره حنا أنت اللي اسمع، درناها يا اخي ماشي واخا انتم. غتصنت لي. شوف، أنت دابا طلعتي معنا للكاس ديالك، نعم قلت بأنني أنا كندوز مغالطات، ياك؟ مرحبا بك زريك. نعم أنا كنضحك على الناس، ماشي؟ بيان سور انت ماشي تحب هانت انت ما تضحكش على الناس. غتصنت غير النهاية. هانت بحكم أن أنت جزائري طالع للكاست، عندك كامل الحرية أنك أنت تجبد المغالطات اللي كندير كامله لا انا ولا الملكه وتحطها لينا ونتناقشوا فيها ونشوفوا. الا كنت انا مدلس وكاذب، انا والله تنقولها، نقول انا مدلس وكاذب. الا كنت انت انسان كاذب ومدلس، او غنقولها لك. يلا تفضل ابراهيم. شوف يا الياس خويا، شوف يا الياس، لازم تفهم حاجه، انه تاريخنا حنا اللي نكتبوه وتوراتنا حنا اللي درناها. ماشي انت تجي مغربي يعني كيما يقولوا جامي شفت الثوره في حياتك. انتم بلادكم جبتوها باتفاقيه، انتم محميه. شنو سميت ماشي هذيك كيف كيف. الاتفاقيه؟ انا ما نقدرش نهضر معاك، على الثوره وانت جامي شفتها. انا ما نقدرش نهضر لا معاك على الحرب. بلاتي فضلك بلاتي مدام، بلاتي انا ما بلاتي نقدرش نهضر معاك على الحرب وانت لا ما تعرفش بلاتي شنو ابراهيم، الحرب. عطيني واحد دقيقه الا ما نعرفش تكرمتي. نهضر معاك على القتال وانت ما تعرفش ودابا القتال. تصنت. طالع شوف، تاعي انا يا هاد خويا. النقاش هذا ما كيعجبنيش، وهاد الطريقه ما كتعجبنيش، وانت دابا كتبان بانك انت باغي تهرب. انا عاطيك منصه تشرح لينا المغالطات اللي درنا، انا عاطيك فرصه انك انت تبين للناس المغالطات اللي درنا. كن كفء، كن شجاع، كن فحل، وعرض لينا، سرد لينا التاريخ الجزائري وتكلم لينا على الدلائل، جبد لينا المؤرخين، جبد لينا الاشياء اللي غامضه، عرف بالتاريخ الجزائري. هادشي هذا راه ما كيتعطاش ليكم من شي واحد، راه الملكه بنت المملكه والياس عاطيك هاد الفرصه هذه بما انك فاعل، وان انت كتشوف بان انا والملكه كنبينوا كندوزوا لكم مغالطات. تفضل الجزائري، اعطينا، بين لينا. حل المايك اصاحبي. تفضل. قلت لك انت والملكه انتم ما كنتش يعني كيما يقولوا ديروا مغالطات فقط، انتم راكم تحرضوا فقط، انتم كنتوا ديروا التحريض. التحريض فقط. واجي نقول لك، واش دابا غادي، واش دابا طالع باش تبقى تتكلم بوحدك؟ لا يعني سمعتك مدام. قلتي واحد الكلمه الله يرضي عليك، حنا بغيناك تشرحها لينا. قلتي بان المغرب ياك خرجت منه فرنسا باتفاقيه، عطيني اسم الاتفاقيه. مدام انا مانيش تلميذ وانت استاذ. اسمح لي، ولكن اسمح لي، انا اذا قلت لك بانه لا عطيني مدام. دوكا كي رجعنا هكذايا دوكا انا نقول لا، لك. ولكن عطيني دقيقه لانك ماشي تلميذ. اسمعني لا مدام، انا نقدر نقول لك متى تاسس الجيش الملكي. عطيني دقيقه نقول لك. مادام انا ما عنديش مشكل، انا ملي غادي تسولني غادي نجاوبك، ولكن انا مادام غادي نقول لك انك خرجتي. لا ابراهيم، واحد الدقيقه هكا كتبان ضعيفه خويا، حيت كتبقى تنقز عليا بزاف. واخا سي تو بلي، ملي كنكونوا كنتكلموا على انا مثلا اللي كنت خرجتي باستفتاء، فانا عندي ما يفيد ذلك. نقدر نجبد لك حتى لا بروسيدور كيفاش وصلتي للاستفتاء، ونزيد نجيب لك حتى الخطابات اللي كنحكمكم ديك الساعه. هو كيتكلم وانتم كتكلموا، ونشوف لك الثوره الجزائريه شنو زعما الحكومه المؤقته انذاك شنو دارت، ونقدر نجبد لك حتى اطلاق النار اللي تم في الجزائر العاصمه. يعني انا عارفه لا بروسيدور. انت جبتي الاتفاقيه، اين اتفاقيه؟ انا كنقول لك بانه عندك اتفاقيه سميتها ايفيان. انت ابراهيم معطيني الاتفاقيه اللي عندي انا. تفضل، سؤال بسيط جدا، مادام انك قلتي عندي اتفاقيه. تفضل. شوفي مدام، وي الاسلوب تاعك ديجا انت منين نعرفك، الاسلوب تاعك هذيك تاع الاستاذ والتلميذ.
فهمتي كي تحشري في حاجه شغل تجبدي شغل سؤال ما باليش منين وانا ما نعرفش اذا ما عاوش نعرف نجب نواجب سيتادير انا مانيش في المستوى. ما هذا ابراهيم هذا واخا دقيقه انا ما نعرفش تاريخ المغرب. انا فهمت. اذا نعطيني دقيقه عافاك باش انا دابا عطيني دقيقه ابراهيم عافاك باش نساليو هذا الحوار. انا فهمتك. لا ماشي لا ما فهمتيش المعلومه صافي دير انك انت بدون المستوى هذا خطا. هذا فهمك انت كتحسب لك انت. لا مستوى انا عارفه واش نكون انا. عطينا ابراهيم عافاك نكمل. انا ملي كنتي كتهضر احترمتك وسكت غير عافاك نهضر. انا بالنسبه لي انت ابراهيم انا ما كاينيش مستواك الفكري. انا اللي كاينيني هو انه الانسان كيف يعقل انه ينطق على فمه معلومه وهو غير داري حتى بالمصدر ديالها وحتى يعني عنده فكره في باله على بلد معين وملي كتجي تناقش مع هذيك الفكره وانت كولد ديك البلاد ما عندكش مشكل في ديك الفكره ديالو غير يعطيها بادله ومرحبا. انت لا كتطلع كتهضر و راسك خاوي من هذه المعلومات بالضبط. ماشي راسك خاوي من المعلومات بالعاميه نو. انت فاقد للمعلومات فيما يخص المغرب وتتكلم عن المغرب. انا لست فاضيه المعلومات فيما يخص الجزائر بل حتى انني كنتحدى قدام 444 لا انا لا الياس اننا فاهمين في الجزائر وعارفين التاريخ ديال المجال الحضاري الوسطي اكثر منك انت كابن البلد. شنو بان لك؟ والله يا مدام انا ما نكذبش عليك انا ما نقدرش هذه المعلومات تاع انا كنت داير في بالي انه المغرب كانت مستعمره ومن بعد عرفت باللي هي محميه وهذه سمعتها في قاست من عند فم مغربي. فهمتي باش نتفاهموا باش نكون صريح معك. فهمتي ما معنى انا غادي نقول لك عاوتاني انني ابراهيم حتى واش فهمتي. لا يا ابراهيم انا فاهمين انت اللي ما فاهمش حنا فاهمين انت اللي انا بغيت نسولك لان هاد القضيه ديال ما كانش هاد القضيه ديال ما كانش معليش خليني نسقسيك. واخا ابراهيم عطيني غير نفسر هاد المعلومه لانه هذه صعيبه باش نخليها تدوز. لا انا لا الياس لانه واخا غنسكت انا وغيبدا معاك الياس غيبقى معاك في نفس النقطه لانها صعيبه تدوز. غير هو بغيتي نسولك هذا راه ماشي غير مغربي واحد مثلا في القسط اللي قال حمايه راه حتى بوتفليقه قال بان المغرب لم يكن مستعمر بل كان حمايه ياك. انا بغيت غير نسولك انت ابراهيم يا مدام محميه هي حمايه بدافع الحمايه صافي دير محميه ياك. بغيت نسولك هاد الحمايه فين كندرجوها حنايا؟ حل المايك ابراهيم عفاك وجاوبني. هاد الحمايه هادي اين يتم ادراج الحمايه؟ تفضل. شوفي مدام انت قلتي المملكه المغربيه ما سيتادير كانت محميه. سؤالي أين يتم إدراج الحماية أو محمية؟ فاش؟ شنو كتعتبر؟ ما يعني مفهومها؟ تعتبر أن أنت تابعة لفرنسا ولكن فرنسا شنو تتسمى؟ وزيد على هذا يعني التاريخ دوكا ما تزيدش. نو ابراهيم زيادة على هذا خليها من بعد. شوف يا اما شوف لا بلاتي انا كنت حماية بلاتي انا كنت دقيقة ابراهيم دقيقة ابراهيم بشوية عليك راه شوف واخا تبقى تمشي فين ما مشيتي غنرجع معاك لهاد النقطة. انت قلتي حنا كنا حماية ياك وانت شنو كنتي؟ ماشي حماية محمية. راه حماية هي محمية راه كتضحك فيك الناس. طلع شوية لو نيفو عافاك. حماية هو نظام الحماية المفروض على المملكة المغربية آنذاك وسميت بالمحمية ولكنها تسمى حماية المدروجة فين ضمن الاستعمار وهي شكل من أشكال الاستعمار أو نوع من أنواع الاستعمار. الاستعمار إبراهيم أنا ما كنضحكش عليك أخويا. واش ما تضحكش فينا الناس؟ اسمع الكلام اللي هو موزون وسير قلب عليه لو كنتي بصح عندك العقل وكتفكر فيه. اسمعني مزيان. الاستعمار هو شامل وعام لشمال افريقيا كامله من طرف المستعمر الفرنسي. اسمع مزيان. انا كنت حمايه انت تم استيطانك. الاستعمار الاستيطاني النظام الاستيطاني وانا وتونس تم إدراجنا ضمن النظام الحماية وكنا محمية فرنسية صحيح. وشتان الفرق بين الاستيطان والحماية. إبراهيم احنا تاريخنا عارفينه مزيان وما تنحشموش منه بخيبه بزوينه لأنه حتى الخيب ديالو هو مفخرة للأمة المغربية.
الخيبه والعيب والذل والبخس فين كاينه؟ لا الوقت يا اللي مدام، كتمشي نتايا ما تتعرف حتى شي عطيني انا كملت. العيب والعار والبخس والذل فين كاين؟ هو انك كتنسى الافعال الشنيعه والتاريخ المتدني ديال المجال الحضري الوسطي المليء بالاستعمارات والغزو والحمايه اللي كانت قبل منا من طرف العثمانيين قبل ان يتحول الى غزو، والاستيطان الفرنسي ويتكلم لك عن الحمايه، وانت لا تدري حتى عن الحمايه ما معنى الحمايه. تفضل الياس، ممكن تاخذ الكلمه خويا بالمعنى عندوش تعقيب. واخا انا كتبان لي ابراهيم انت للاسف ما فاهم والو، ما قاشع والو، ما حتى شي حاجه. انا اسالك بالله، اقسم بالله انا رجع عندي تمني هذا، كان طالب جزائري يكون فاهم، فقط فاهم. باغ اكزومبل واش راك حابب تفهم؟ باغ اكزومبل يعني دوك انا نقول لك انتم انا اريد نقاش بناء يعني ابراهيم. دوك هاي دارتهم مغالطه، هاي نعم، ما هو اسوأ نعم شوفي مدام خليني نواجب، ما تروحليش هادي باش ما تروحليش هادي. تصنت ابراهيم، تصنت، انت ما فاهمش. انت دابا اسمع انا اقسم بالله لا شي مغالطه الياس، قال لك انا درت شي مغالطه. واخا اعطيني واحد دقيقه، الله يكبر بك الملك. تصنت ابراهيم، راه هادشي اللي كديروه نتوما راه كتضروا بالجزائر. هادشي لا يمكن صاحبي، هادشي لا يمكن. راه خصك تعرف باللي الاستعمار عنده انواع. الاستعمار كاين الاستعمار الاستيطاني، كاين اللي جا عبر الحمايه، راه كاين انواع. راه ملي كنقولوا فواكه كنقولوا البنان، التفاح، الاشجاز، راه انواع. حنا كان عندنا نوع سميتو الحمايه، انتوما كان عندكم واحد النوع سميتو الاستيطان. وإلا مشيتي تقلب غتلقى أسوأ أنواع الاستعمار هو الاستعمار الاستيطاني. علاش؟ لماذا؟ لأن الاستعمار الاستيطاني هو الذي يقتل الحي والميت. أي حاجة ديالكم كتحيدوا من جذوركم. حتى المنهجيه الفكريه، حتى الاصل والمعدن كيتحيد، الهويه كتسلب. معليش دوك انا نهضر، ممكن هضر صح. اولا تها باش نواجب مدام مليكه استيطان استعمار. انا نعرف حاجه بلاتي انا ما تخلوناش نهضروا على بلاتي. غنسمعوا الملكه شنو باغات. لا راه انت وساليتي زعما حسنا. لا صافي ساليت. ها عقب ابراهيم تفضل. شوفي مدام، انت كي تقولي استيطان استعمار اباده كيما حبيتي، المهم انا فرنسا هذه حاربناها وخرجناها، نتوما نو. واخا بلاتي بقى معايا هنا، خرجتوها بلاتي. خليني نهضر يا اخي من فضلك يا الياس يا خويا، خلونا نهضروا. انت دافع على روحك وانا ندافع على يا اخي. جملتك غلطه. لا يا اخي جملتك خاطئه. اسمع يا اخي، جملتك خاطئه. انا نعطيك دليل. يا اخي دليل. لا خدم مزيان تصنت. كاين واحد المؤرخ فرنسي، قيد معايا السميه ديالو ورجع كتب. مؤرخ فرنسي سميتو بيير دوم. بيير دوم. اش كيقول هاد بيير دوم؟ كيقول بان عدد الحركه في الجزائر كان 450 الف حركي. شنو المناصب اللي كانوا كيشتغلوا وفين كانوا كيتوزعوا هاد الحركيين هادو؟ كانوا كيتوزعوا 250 الف احتياطي، و120 الف مجند، و50 الف مقاتل، و30 الف من الاعيان الموالين لفرنسا. اسمع بيير دوم شنو كيقول. بيير دوم كيقول بان حينما خرجت فرنسا لم يخرج سوى 30 ألفا. معنى ذلك أن 420 ألف حركي بقوا في الجزائر. متفقين؟ 420 ألف حركي بقوا في الجزائر. بيير دوم كيزيد يقول عليها، كيقول 30 ألف اللي كانوا من الأعيان الموالين لفرنسا. بيير دوم كيقولها بالحرف،
30,000 من الأعيان الموالين لفرنسا لم يقع لهم أي مكروه، بل إنهم هم من سيطروا على الحكم في الجزائر. واش فاهم الفكره اللي كنقول لك؟ واش فاهم خطوره وحجم الخطوره اللي كنهضر معاك فيها؟ واش فاهم انا كيفاش كنتكلم معاك وانت شنو كتفهم؟ راه حنا كنتكلموا هنا، خليك من انك انت غطلع معايا لهنا غتقول لي نحن الجزائر القوه الضاربه، نحن الكوكب، نحن هذاك هضره قولها في القهوه. هنا لا، انا خصك تكون اكاديمي كتكلم بحجج ودلائل. ماكش مأمن يا الياس باللي حنا قوه ضاربه؟ نعم واخا، قول لي كم عدد الحروب التي خضتموها؟ اعطيني كم عدد. دقيقه وانا كنسولك. يقول لي لا ماكش مأمن فقط، هذا ما كان، لكن ماكش مأمن باللي حنا قوه ضاربه. انا كنستسمح منك ابراهيم، ولكن انت كطيح بالقدر ديال الجزائر لانك انت خاوي. انا سؤالي كان ما عدد الحروب التي خاضتها الجزائر؟ يا اخي انا اجيبك، انا الان اجيبك. كم عدد الحروب؟ نعم دقيقه. تقدر اسكن انت ماكش مأمن باللي حنا قوه ضاربه فقط، قول لي مانيش مأمن وخلاص. اعطيني دقيقه يلا. اول حاجه قوه ضاربه في ماذا؟ نبداو يلا مادام بغيتي نهضروا على القوه الضاربه راه نتكلموا فيها. في ماذا؟ في اي مجال؟ حيد الميوت ما درتلكش الميوت، حيد الميوت. قوه ضاربه في اي مجال؟ تفضل. الجيش. نعم انتم قوه ضاربه عسكريا صحيح؟ هادشي اللي بغيتي تقول. عسكريا في الجيش. نعم مزيان. بالله عليك كم عدد الحروب التي خضتموها؟ شحال درنا حروب؟ يا الياس ماشي هكذاك خويا، لا 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 ماشي هكذاك. كم عدد الحروب التي خضتموها؟ عدد الحروب يا الياس وراك رايح. المرة الثالثة والمرة الأخرى اللي غنسولك فيها، كم عدد الحروب التي خضتموها؟ نحسب لك أنا. كاين حرب التحرير، كاين حرب الرمال. اول حاجه ما كانت سميتها حرب التحرير، كانت سميتها اسمع اول شيء ما كانت سميتها حرب التحرير. وغاسمع تصنت بشويه حاجه بحاجه. اول حاجه الاولى ما كانت سميتها حرب التحرير، كانت سميتها ثوره التحرير. الحرب هو ملي كيكون عندك انت جيش والجيش ديالك يحارب ضد جيش، هذاك كتسمى حرب. اما ملي كتكون حرب العصابات لداخل ما كيكونش عندك نظام، ما عندك الجيش، ما كتسماش حرب. هذيك كانت عندك ثوره. صحح المفهومات ديالك. انا قلت لك منين تكون عندك انت جيش بعد سنه 1962 كم عدد الحروب التي خضت؟ تفضل دابا حيد الميوت وجاوبني، انا هنا باش نعلمك. لا ما تعلمنيش انت، انا جاي نحسبهم لك، خليني نحسبهم لك. تفضل انا كنتصدق. نعم صح. تفضل. عندنا حرب التحرير، هذيك حرب بون ما نقدرش انا نستدير نناقشك في الحروب. انا ما غنبدلهاش لك، انا شوف انا الواجب ديالي نعلمك. شوف انا الواجب ديالي نعلمك، اسمعني، انا الواجب ديالي نعلمك. انت ما بغيتيش تتعلم كيبقى الشأن ديالك. يا الياس من فضلك خليني نكمل الجمله فقط، خليني نكمل الجمله. تفضل. انت جبتني قلت لي باللي شحال درتم حروب، قلت لك نعم. قلت لك هذه حاجه الاولى. عندنا حرب التحرير، عندنا حرب الرمال اللي نتوما حبيتوا تدوا تندوف وبشار ونهزمتوا فيها. عندنا حرب 63، عندنا حرب 73، عندنا حرب 73 فين؟ بلاتي حرب 73 في مصر. انتم شاركتوا في حرب 73؟ بلاتي وغا بلاتي في مصر، و 73 في مصر. ابراهيم بلاتي انتم شاركتوا في حرب 73؟ انتم شاركتوا في حرب اكتوبر؟ يا بيان سير. هذه ولا ما تعرفهاش يا خويا؟ قلب في التاريخ او مدام مالك شاركتوا في حرب اكتوبر انتم؟ اكتوبر صاحبي معليش. قول لي حرب اكتوبر شكون الكتيبه اللي شاركات؟ عاود لينا على حرب اكتوبر. كيفاش شكون اللي شارك؟ الكتيبه اللي شاركات، المنطقه اللي شاركتوا فيها، شنو كان الدور ديالكم انتم كجزائريين في الحرب؟ كل كان رئيس مصر. ميناء الادبيه الله اعلم، ما نعرفش الاسم هذاك. ميناء الادبيه لاويتيام بيبي تاعنا اللي شاركت لتما، وسقطوا 3 طيارات وطربقوا
900 152 دبابه، ومات 900 صهيوني. عاود الارقام الله يخليك، عاود الارقام الله يحفظك. معليش شوف كي يسموك انت يا يونس، شوف يا يونس، وعندك قدامك جوجل في الميناء الادبيه، الله اعلم الادبيه واسمه، هو قدامك جوجل وخرب. انت تامن جوجل، ما تامنيش انايا. لا انا قلت لك عاود الارقام اللي قلت دابا وعاود لهم وغادي. واخا انا غنجيب لك 73 مؤرخ. اسمع ابراهيم، انت كتكلم على حرب 73 ياك؟ انا غنجيب لك دابا 73 مؤرخ عرب ينفون مشاركة الجزائر. 73 مؤرخ. شنو الرأي ديالك فيها ابراهيم؟ تعرف هو وزير الدفاع تاع الصهاينه هذاك الوقت هو اللي قلت لك. علاش يلا مزيان، اذا نبداو به، يلا تصنت ليا. هذا وصافي تصنت لي. ماشي كلامي انا. صافي هذا مش كلامي، هذا كلام تاع العدو الصهيوني. يلا حنا نشوفوا. يلا تصنت ليا دابا، مادام كلام ديال العدو الصهيوني تصنت ليا يلا مزيان باش تسمع. قال لك هذا احمد زايد سعودي، اسمع شنو كاتب عليكم: المشاركة تختلف عن القتال وسنوضح لكم ذلك. هنا كيتكلم على الحرب ديال 73. كيقول: لمن يدعي ذلك يوما من يوميات تلك المعارك على أن يحدد لنا المكان واليوم والقوة المشاركة، ولا تكون مثل تلك الأكاذيب المنشورة بالصحف الصفراء عن قتال لواء جزائري لقوات شارون عند السويس، وهو ادعاء باطل جملة وتفصيلا، حيث أن قوات شارون كانت على مشارف الإسماعيلية في الشمال ولم تكن في الجنوب، ولم تستغد جولدا مائير لإنقاذ قواتها من أطباق الجزائريين لها، بل لم تذكر أي مذكرة من مذكرات قادة الحرب الإسرائيليين أو تحليلات الحرب للمؤرخين الأجانب أي دور للقوات الجزائرية أو أي اشتباكات فعلية مؤثرة مع تلك القوات لو حدثت. حل ميوت باش نتناقشوا انا وياك شويه. حل ميوت. انت كتستشهد. حل ميوت. انت كتستشهد بشارون. الكاتب كيقول وزير الدفاع ذاك الوقت، وزير الدفاع تاعهم هو شارون. اسمع، شارون هو اللي كاتب في المذكرات ديالو. جنرال ذاك الوقت ما كانش وزير الدفاع. تصنت ليا المذكرات ديال شارون هي اللي مكتوب فيها هذا الخرطي هذا اللي كتجيبوه انتم. تصنت ليا. لا ماشي مذكرات تاع وزير الدفاع تاع ذاك الوقت. اعطيني هذا وزير الدفاع شنو سميتو؟ عطيني هذا وزير الدفاع شنو سميتو؟ والله مانيش شاف. خلاص قلب عليه، بقى معايا، دخل جوجل قلب عليه. شوف انا صابر سيدي. يلا والرئيس ديال مصر كي كان سميتو خويا الياس؟ واش نجاوبك ولا نخليه هو يجاوب؟ هو كان السادات. خليك دابا من هو هذاك انور السادات. خليك من انور السادات وقول لنا شكون هو هذا اللي كتب في المذكرات ديالو انكم شاركتوا. ملي غتسالي غتلقى شارون، تا غتسالي بلاتي. شارون كان جنرال هذاك الوقت، ما كانش وزير الدفاع. يا سيدي اراه لينا. يلا اراه لينا. اصبر دوك نحبط نقلب عليه ونعاود نولي. سير يلا سير. ما تعطل. سير غتلقاه شارون كانت القوة ديالو على مشارف الإسماعيلية في الشمال وما كانش في الجنوب، وهذه كافيه انها تحيد داك الطرح ديال الجزائري اللي كتقول انتم. وبغيتي نكمل لك 72 مؤرخ واحد اخرين عرب يتحدثون عن عدم المشاركه ديالكم، بل ان واحد المؤرخ منهم كيتكلم على الفرق بين مشاركه الجزائر في حرب 73 وبين مشاركه مصر في حرب تحرير الكويت. وكيقول هنا بالضبط، كيقول: هناك فرق كبير بين مشاركة مصر في حرب تحرير الكويت ودورها البارز وإلهام في تحرير الكويت عمليا، وما بين مشاركة كتيبة مشاة من بنغلاديش في نفس الحرب. فكلا الدولتين
أرسلت قوات وشاركت في الحرب، لكن الفيلق المصري حارب وتقدم وكان رأس الحرب للقوات العربية، بينما الكتيبة البنغالية لم تغادر المعسكرات. تصنت. فهل يمكن أن تدعي دولة بنغلاديش أنها شاركت في حرب تحرير الكويت مثلها مثل القوات المصرية مثلا؟ بين قوسين هذا حال الجزائر. راح قارنهم بنغلاديش هذا مؤرخ، نكمل لك 71 مؤرخ واحد اخرين نكملهم لك، ما كاينش مشكل. يونس معايا؟ وي خويا معك السلام طبعا. وعليكم السلام. كلشي بخير. واحد الخبر شويه ودي مالكه، اشنو؟ حاولت نبعث لك تينيسه ما لقيتش. وعقبال ان شاء الله تلدوك لي كلاص يحيدوهم يخليو لك غير اسبوعه ونتفرج ديك الساعه اش غدير. المشكل في تيك توك راه نحاول نتواصل معاهم باش يرجعوا التينيس ضروري. وي صراحه ضروري خصهم يرجعوا. فهمتش انا كيفاش زعما، واش ما كانش ما كاش منها. شوف احتج دير احتجاج، قول لهم لا ما يمكنش تحيدوا. وعليكم يا السلام. بوستاسكيس بلاتي. عليكم السلام. يونس وي واش انا صحابي قلت لك قول لهم كنحتج انا ضروري خاصني التينيسات في تيك توك. ضروري، واخا يخليوه ماشي مشكل ولكن يخليوه. استغفر الله. مرحبا بك. بوستاسكيس. السلام عليكم. عليكم السلام. انا عندي سؤال واحد ليك يا الياس. ليا انا؟ قول لي قول لي برك، من عام 905 حتى 961 وشنو الدولة اللي كانت حاكمة المغرب؟ الدولة كتكلم على الدولة ولا الإمارة ولا المملكة ولا كما حبيت تسميها. حيتاش حنا ما كناش محكومين من طرف دولة. لا كيقصدك زعما السلالة. فهمت السلالة اللي كانت حاكمة العلويين. شكون نسميهم لي؟ كاين الأدارسة، كاين المارينيين، المرابطين. راه العلويين كنقولوا هي سلالة العلويين اللي بدات سنة 1666. لا اختي انا قلت 905 حتى 961. هي نفس السلالة لم تنقطع اخي الى غاية اليوم، من سنة 1666 الى غاية اليوم 2023 هي نفس السلالة بدون انقطاع. يا اختي ما قلتش 1900، قلت 905. 905 حتى 961. 905 تقول لي قبل 905 لان 905 زعما هذيك الشراء ولات سلاله ودوزات فيها مع شحال قرن وزياده. وهي اول سلاله حكمت المغرب الاقصى ما قبل الاسلام هي المملكه الموريتانيه، وبعد الاسلام بعد الفتوحات الاسلاميه اول دوله في شمال افريقيا كامله هي سلالة الأدارسة بأول دستور سنة 788 789. لا أختي هذيك دولة الأدارسة كانت في 788. أما دولة الناكور إمارة ناكور كانت في 710، كانت قبلها. كيهضر على إمارة ناكور قال لك. نتكلم عن دولة برغواطيون كانوا قبلها في 744. أنت تتكلم على الإمارات، وش الثاني الفرق بين الإمارات؟ انا ما حددتلكش، حتى انا ما حددتلكش. نحن نتكلم لا اسمحي لي، اذا تكلمت عن الامارات فانا لدي خليها تجاوبك بعدا. لا تتجاوبك ابوستاسكيس. ما فهمتش السؤال، فهم السؤال نصف الجواب. انا قلت لك سميها كما تحبي، اماره، دوله، مملكه، كما تحبي. ما يمكنش. انا قدامي مراجع، شوفي عندي مراجع ومصادر يقولوا بلي الادارسه من 788 حتى 917. ولكن قبل الادارسه خليني نكمل. عندي لا تعاود لي النقطه ديال الادارسه منذ عاود لي ما سمعتش الادارسه امتى كانوا. عاودها. انا درت لك ميوت غير باش تسمعني. عاود لينا النقطه ديال الادارسه، عاود لينا الادارسه امتى كانوا باش نسمعك مزيان.
ما ديرش الميوت ثاني لا يا اخي انا ما درتلكش ميوت، انا غير بغيت نسمع. صح. شوف انا السؤال تاعي واضح، قلت لك من 905 حتى 961 شكون كان يحكم المغرب؟ قول لي اماره، مملكه، دوله، كما تسميها سمي. انا مكونفيرم. انا نشرح لك واحد المساله تاريخيا لا يمكن ان تقارن بين الامارات الاباضيه والخوارج وبين دوله. نتكلمنا عن الامارات فصحيح سنتكلم عن إمارة بورغواطة بعد الفتوحات الإسلامية، ولكن لن ننسى إمارة سجل ماسة. فهمتي؟ هادو إمارات يا أخي، إمارات إباضية وغيره. يعني المغرب لا مالها الملكة، أنا ما فهمت شنو بغى مالها شوف هي تصنت لي ماشي مشكل. مالها هاد الإمارة هادي مالها؟ شنو المشكل ديالها؟ يعني من 905 حتى 961 كانت المغرب مقسمة على 4 أقسام. هذه واحدة. أعطيني حقبة زمنية وين كانت المغرب ماهيش مقسمة، وزيد أعطيني فرق ما بين سلطان وملك. يمكن هادشي اللي كتقول لي أن في الحقبة الزمنية. واخا كملي. جويناس لا كملي. لأن في تلك الحقبة الزمنية اللي كتكلم عليها أنت كانت بعد الفتوحات الإسلامية، فالسؤال اللي خاصو يتطرح من هي أول إمارة انشقت من الفتوحات الإسلامية؟ إلا قلنا بحال هكا فغنلقاو الدف ديالك هي إمارة بورغواطة بغض النظر على التاريخ ديالها. إذن هي أول إمارة استقلت. تفضل، هذا هو السؤال اللي خاصو يتطرح. هذه أول إمارة تصنت. هذه أول إمارة إسلامية تأسست في المغرب. أول إمارة إسلامية تأسست في المغرب، انشقت من الفتوحات الإسلامية وكونت ذاتها. فهمتيني؟ يلا دابا أجينا لإدريس الأول مؤسس دولة الأدارسة. أنا طرحت لك سؤال محدد، أنا حبيت نفهم باللي كانت المغرب مقسمة في ذاك الوقت. أعطيني كيفاش المغرب مقسمة؟ شريف أنت راك كتخربق، ما كانتش مقسمة. الفتوحات الإسلامية واش انت فاهم اش كتقول ولا كتكلم صاحبي؟ واش انت واعي بشنو كتقول؟ فاهم؟ شريف واش كتسمعنا؟ يا اخي ناكور كانت العاصمه تاعها ناكور، والادارسه كانت العاصمه تاعهم فاس. اعطيني يا اخي متى تاسست بلاتي متى تاسست فاس؟ انت قول لي، انت احكي درك انا نعطيك. وانت طالع تعطي مغالطه. دابا عطينا شوف يا بلاتي الناكور تصنت. متى تاسست فاس؟ باش نفهموك، واش انت فاهمنا ولا ما فاهمناش. متى تاسست فاس الشريف؟ وحيد الميوت. علاش كدير ميوت؟ انا ما كنديرلكش ميوت. علاش كدير ميوت؟ لا ندير الميوت انا احتراما. لا انا بغيتك تناقش معايا. جاوبني، فاس متى تاسست؟ يهمنيش فاس متى تأسست، أنا يهمني ملي كنتكلموا على إدريس الأول. دقيقة واخا ملي كنتكلموا على إدريس الأول لحظة، ما تعطينيش أسئلة. اسمع، ما تعطينيش أسئلة، تناقش معايا. خلينا في السؤال الأول نتكلموا فيه. واخا أنت تكلمت على إمارة نكور عندها واحد السنة فين ما بقاتش. واش كتسمعني؟ والصوت واصل؟ أنا نسمع فيك يا أخي، نسمع فيك. أنا قول لنا من 710 ل 971. اسمعني، من 710 ل 971. واخا الأدارسة فوقاش إدريس الأول فتح فاس أو أسس مدينة فاس؟ إمتى؟ ما يهمنيش إمتى، ما يهمنيش أنا، مهم أدارسة حكم. واش أنت مريض صاحبي؟ واش أنت مريض وأنت كتقارن يا صديقي؟ أعطيني فرق ما بين السلطان والملك. أعطيني فرق. ما قدرتش تجاوب. أعطيني فرق واحدة غير دوك نبداو نقراو كاع من دار. شوف أنا باش نعلمكم، أنا ما عنديش مشكل، ولكن انا ما كنقبلش. تصنت لي انا نعطيك الفرق ما بين رئيس منتخب من طرف الشعب ويحكم في دولة ديمقراطية لمدة 5 سنوات ويتعاقب الحكم والشعب له كامل الأحقية في التصويت،
ونعطيك الفرق ما بين رئيس منتخب من طرف فرنسا وهو المعين من طرف فرنسا، وأن الشعب مجرد مبردع يتم بردعته من طرف الكبرانات التي تخدم الأجندة الفرنسية. أنا ما عنديش مشكلة بوستاسكيس، نعطيك هادشي كامل نعطيه لك. انت سولتي سؤال في التاريخ، خلينا نبقاو في التاريخ هو الاول، خليني نبقى معك. شوف انا ما نقصحكش، شوف خليك معايا وما تقصحش، خليك معايا وما تقصحش، لانك تبقى تنقص لي من نقطه لنقطه ضروري غنتعامل معك بحال هكا بشويه وكالمي بشويه. مليكه تفضلي وخلينا صاحبي تنجاوبك على النقطه الاولى. واش انت حماق ندوزو لك النقطه؟ خليك باش نجاوبوك، خليك تفضلي الملكه، خليك كنتي مع إلياس؟ سمعتك إمارة نكور، قال لك إمارة نكور وكانت المغرب مقسمة. إمارة بن صالح ماله قال لك كانت المغرب مقسمة. لم تكن مقسمة المغرب، لم تكن هناك ولا دولة واحدة من أجل تقسيمها، بل كانوا فتوحات إسلامية في الأمويين العباسيين اللي هما العباسيين أصلا حتى هما علويين، السلالة ديالهم علوية، هما اللي فتحوا شمال إفريقيا وجاو زعما بالإسلام مع ذلك. واش كتفهم؟ من بعد تم انشقاق وجود برغواطة والناكور مع الأدارسة. واش تفسيرك ليه؟ أنا غادي نشرح لك دابا. هادوك كانوا إمارات، من بعد قامت أول دولة وسحبت جميع الإمارات تحت إمرتها. دابا هو ما فهمش مليكة، شرحي ليه هادي عافاك، بأن في ذاك الوقيته تأسست المملكة المغربية. ذاك الوقيته ماشي كانت المملكة المغربية وكانت مقسمة، في ذاك الوقيته عاد تأسست المملكة سنة 788. صحيح، برافو عليك. هو خصو يفهم هادي. حنا ماشي كنا دولة وتقسمنا الإمارات، حنا في ذاك الوقيته كنا إمارات وبعدها عاد تأسسنا لدولة. صح، باعترافك كانت إمارات ما كانتش موحدة. صح يا أخي، كل بقاع العالم كانت موحدة. أعطيني الوقت اللي كانت موحدة، أعطيني الوقت. من 788 كان أول دستور للمملكة المغربية. يا أختي الناكور نعطيك برغواطة حتى 961 باه اندثرت برغواطة. هذا مالو ايه حتى 961 التاريخ يقول هاك. تحبي نعطي لك المصادر؟ يا أخي مصادر مغربية. السلالة الأدارسة عند تأسيسها، اسمح، السلالة الأدارسة عند تأسيسها تأسست باسم ماذا؟ بأي نظام؟ قولي لي وقت انتهت المملكة الإمارة البرغواطية؟ وقت انتهت؟ أعطيني باش نجاوبك، رانا نجاوبك، رانا غادا. 961. اسمعني اخويا، اسمعني. الا ما جاوبتينيش ما غتفهمش اصلا. خصك تجاوب باش تفهم. الياس عندك التليفون الاخر؟ عندي وين؟ شوف لا اخويا راه تكتبوا لك. شوف هنا كور انتهت في 971 والبرغواطة عطيني دقيقة باش نمشيو في النقاش، لان هذا النقاش هذا ديالك عقيم. 788 ما فهمتش انايا، ما فهمتش. انا غنشرح لك. هذيك السلالة، النظام اللي تأسس سنة 788 789 ياك، أي نظام، أي نوع نظام تم التأسيس به سلالة الأدارسة؟ الدولة الإدريسية. تفضل. هذاك نظام ملكي. شوفي نظام ملكي. برافو عليك. إذا تسنى واحد الدقيقة. النظام الملكي تم مبايعة الإدريس الأول لأنه شريف من سلالة الشرفاء وهو علوي السلالة. تمت مبايعته. أنا كنجاوب. أنا كنجاوب دابا. أنا كنجاوب. كاش كتنقص دابا؟ أنا كنجاوبك دابا. برافو عليك. تمت مبايعته تحت نظام ملكي، وتم تأسيس أول دولة في المغرب الأقصى وسميت بالدولة الإدريسية بنظام الحكم العرش الملكي. صافي. من بعد خادت السلالة الأدارسة والدولة الإدريسية تتوسع في بقاع هذيك المجال الحضاري ديك الساعة اللي كانت في ملك المغرب الأقصى شمال إفريقيا. فهمتي دابا؟ كانت مقسمة وبصح. ما كانتش مقسمة يا أخي. ومنين كتفهم أخويا دور البلاصة منين كتفهم نشرح لك، لأن ودنك هي هادي عقلك فوق منا. إلا كانت شي حاجة أخرى مرحبا.
انت راكي تقولي ما تقليش الاحترام، انا لا والله ما زعما ما قلتش احترام، زعما يعني عقل راه كيفهم، راكي تقراي الا كانت شي حاجه اخرى نفهموك منها ما كاينش مشكل. راكي تقراي عند الاستاذ تاعك ما تقريش الاحترام. بوغواطات والله سي با ان مونك دو ريسبي، ما عندوش علاقه. اجي بوستاسك، اجي برغواطه، اجي برغواطه، اجي برغواطه المغاربه معاك ومن بعد هبطني بسبب البروفايل. اجي بلاتي واحد دقيقه، بلاتي دابا انت كتكلم في واحد الحاجه اللي لا علاقه. اسمع باش ما نكثروش، انت راك خاوي تصنت ليا. انت جاي كتكلم على واغا اسمع حنا كنجاوبوك، ما خليتيناش نجاوبو. كتكلم لينا على اماره نكور باش نعرفوا. واغا اسمع يا صاحبي، اماره نكور منين جات؟ اماره نكور شكون اللي كان كيحكم في ذاك الوقيته هذيك باش جات اماره نكور؟ كيفاش تاسست اماره نكور؟ شكون اللي كان كيحكم في ذاك الوقيته؟ جاوب بوستاسكيس بين لينا. المهم كانت يا اخي كيفاش كتقول بان كنا مقسمين وحنا ما ما تقعدش تدور في الهضره. كاينه اماره، اسمع البوهالي، اسمع البوهالي، اسمع راك كتبان ضعيف قدام الناس. اسمع غير اسمع. لو كنت قادر انك تناقش كنتي غتناقش. انت ما فاهمش المشكل ديالك، ما فاهمش. انت كتقول بان انت ماشي كتكوبي المايك، انت ما فاهمش. تصنت ليا حيد المايك وتناقش معايا كالرجال اصاحبي، ناقش كالرجال. اماره نكور اللي كتكلم عليها منين جات؟ شكون اللي كان كيحكم في ديك المنطقه؟ منين جاو؟ اخذوا الحكم من؟ تفضل قول لنا، اشرح لنا. شوف خويا، الادارسه كانوا شيعيين ولا الناكور اش من ادارسه؟ ما كاينش الادارسه هنا، الادارسه لم يكونوا هنا. 905 كانوا كاينين ادارسه في 905. يا اخي من 905 انا كنقول لك اسمع وها انت دابا كتبان ضعيف حدا الناس. شتي يا بوستاسكيس، انا كنقول لك اماره نكور اخذت الحكم من؟ ديك المنطقه هذيك شكون كان فيها باش جات اماره نكور وتكونت لينا هاد اماره نكور؟ شكون كان؟ قول. موريتانيا طنجيه، كنتو موريتانيا. اش من موريتانيا طنجيه يا اخي؟ اش كتخلط يا صاحبي؟ واش كتخلط صاحبي؟ راك ما فاهمش صاحبي، راك ما فاهمش. كتقول لينا طلع لي 3 ديال المغاربه. اش من المغاربه راه يخلطوك هنا صاحبي. فاهمني غير نتابع. يلا وخليني لا بلاتي واش انت بلاصتك ليا ما قبل الاسلام مع ما بعد الاسلام؟ الشريف انا راه ما فاهمش. نتكلموا على ما وراء الفتوحات الاسلاميه. انت راه ما فاهمش. الدوله الامويه عمرك سمعتي بها؟ الدوله الامويه واش عمرك سمعتي بها؟ الدوله الامويه قول لينا. واش الامويه مرتبطه بالفتوحات الاسلاميه يعني ما وراء. اسمع بالعقل. اجي بوستاسكيس، خليك تفهم السؤال. اجي لا ماشي فهم السؤال، انت فهم الجواب. حنا فهمنا السؤال خويا. انا نبطك، انا هادشي ديال التقزقيز ديالك راه ما ديروش معايا. انا كنقولها لك ترجل معايا واجيني الطريق. اسمع انت راك خاوي، انا راه نجلدك وجيب لي اكثر منك نجلدو. انا غتصنت لي، انا ما ديرش معايا الاسلوب الطفولي. تصنت يلا بسيط، تصنت. امارات خويا ترجل شويه. امارات نكور شكون اللي كانت؟ منين خداو الحكم؟ منين؟ ما تقلقش احترام، ما تقوليش منين خداو الحكم بوستاسكيس؟ منين خداو الحكم؟ ما عندكش صافي هادشي اللي عندك صافي. شوف اسمع. يلا خويا سير بحالاتك، يلا سير راك ضعيف. سير قرا. إمارة أنا نشرح لك البوهالي وخليك ميوت وأنا كنشرح لك. تعلم من عمك يعلمك. تعلم شوية، ترجلوا شوية وتعلموا. ما تناقشوا مع المغاربة راه صعيب عليك. ترجل شوية وتسكت وبلع. ما فاهمش أنا نشرح لك. مغربي غيشرح لك، ما كاين فيها حتى شي مشكل. مغربي اللي غيشرح لك. هذا الوقت هذا اللي كنهضروا عليه حنا ما كانتش شي حاجه سميتها، ماشي الجزائر. المنطقه ديال الجزائر كانت عباره عن صحراء قاحله، ماشي الجزائر. تصنت مزيان شنو غادي نقول لك. تصنت. اش من دوله جزائريه؟ اش من علاقه عندكم بالدوله الجزائريه نتوما؟ جابكم شي دوله جزائريه انت؟ صافي هبط في حالاتك اخويا، تبقى تقرا لي. تعلم دير تناقش بعدا ودير اش من تاريخ عندك؟ لا كنتو مملكة موريتانية طنجية. لا راه بغيت نقول لك بأنه كنا المملكة الموريتانية وتم تقسيمنا من طرف الرومان، وأصبحت هناك مملكة موريتانية قيصرية ومملكة موريتانية طنجية. الفاهم
في يومنا هذا ولا مؤرخ يقدر يثبت لك اسباب اللي خلات الرومان تقسمها الى اثنين، ولكن غير بغيت نبين لك بان حكامها هم ملوك موريتانيين باسم الاثريات اللي عندكم والضريح اللي عندكم، وان الاسم اللي كان كيحكمكم هو بوخوس الثاني اللي كان كيحكم من هذا. شنو تيقول لك هو كاين وتافنا شنو الاخر الياس؟ ما سمعتكش والله، بالي ماشي معاك. شنو قلتي لي؟ كيقولوا لك هما عندهم شنو هي اللي داخله فيها ملويه. ملويه من واد ملويه الى واد الكبير، هذا كامل يعني اي سطيف كان تحت الحكم الموريتاني اللي هو بوخوس الاول، الملك بوخوس الثاني بلوتو هو اخر زعما ملوك حكموا ديك المنطقه. اما الا جينا نتكلموا على الفتوحات الاسلاميه الفاهم، الفتوحات الاسلاميه هي عباره عن الدوله الامويه والدوله العباسيه اللي من سلاله العلويين اللي تم دخولهم الى المغرب الكبير، الى قدرنا نقولوا لهم المغرب الكبير، عن طريق افريقيا. وجاو تبارك ونشروا الاسلام. ما الى ذلك اول انشقاق للامارات ما الاماره اللي قلت منهم، اماره ديال بن صالح. عطيني واحد الدقيقه الملكه، عطيني واحد الدقيقه الله يكبر بك. واخا خويا العزيز. السلام عليكم. السلام عليكم. سامي علاش هبطتي؟ سامي علاش هبطتي؟ بغيتي تبقى معنا؟